كل واحد عايز يبدا التراك يبداه ازاي سريعا كده. يعني مثلا داتا اناليسيز يبقى اعمل كذا، مثلا داتا انجينيرنج يبقى كذا، يعني تقدر اوكي طيب خلينا نتفق كده انه في شويه سكيلز موجوده في الفيلد ده اساسيه ما ينفعش تتغير، لازم تبقى موجوده عندهم كلهم. السكيل الاولانيه مش تكنيكال خالص، السكيل الاولانيه هو ان الشخص يبقى عنده استعداد انه يفكر، يشغل مخه ويفكر. فالتفكير والتشالنج دي سكيل مهمه جدا، مهمه لدرجه ان هي بالنسبه لي اهم حاجه انا بعمل بيها، يعني اهم سكيل انا بتشيك في الانترفيو. انا مش بتشيك، هاجي لك في الانترفيوز بعد كده واقول لك بعمل ايه، بس مينلي انا في الانترفيوز مش بتكلم تكنيكال خالص، قليل قوي لما بتكلم تكنيكال. انما المهم بالنسبه لي قوي هو الشخص بيفكر ولا ما بيفكرش، بيتشالنج نفسه ويقعد يفكر ويحاول يدور على طريقه يحل بيها المشكله اللي قدامه ولا لا، اللي احنا بنسميها بروبلم سولفينج سكيلز. فدي اول سكيل موجود لازم تبقى عندهم كلهم، تمام. عند كل الرولز. يعني السكيل الثانيه احنا هنتكلم تكنيكاليتي في اس كيو ال. اس كيو ال ده كده زي اوفيس برودكتس. يعني لازم يبقى بيعرف اس كيو ال، زي كده الاكسل دلوقتي في اي شركه لازم الناس تبقى عارفه بتستخدم اكسل ازاي وازاي يعمل فورمولا والكلام ده كله. فهو اس كيو ال ده از بيسك، دي اللانجوج اللي انت بتتكلمي بيها مع اي داتابيس. بايثون بقى لو احنا هنتكلم في البروجرامينج، لانه لازم يبقى عنده بروجرامينج سكيلز، ازاي يعرف يكتب برنامج وازاي يخلي البرنامج ده يعمل شويه اوتوميشنز ويعمل شويه حاجات سريعه والكلام ده كله. فانا دايما هقول بايثون از ذا فيري programming language widely used في المجال ده. فانا دايما هبقى بتكلم على اهميتها انك تتعلم. exactly. الحاجه الثالثه هو انه ازاي بقى بعد ما عارف يكتب اس كيو ال يجيب الداتا ويعمل عليها شويه تشينجز بالبايثون والكلام ده كله، هو محتاج بقى يروح يبريزنت الكلام ده. فهيروح يبريزنت الكلام ده لمين؟ يوجوالي اكيد مش هيبريزنته لحد تكنيكال زيه هو فاهم كل اللي هو عمله، هيروح يبريزنت لحد عاوز يعرف الخلاصه اللي هو طلع بيها من كل الحاجات دي كلها. فلازم يبقى بيعرف ازاي كرييت داشبورد فيها جرافس. الجرافس دي سهله انها تتفهم، مش لازم احط جراف فيري كومبليكيتد والدنيا مش انا فاهمه بس اللي قدامي مش هيبقى فاهمه. وهنا هنيجي للسكيل بتاعت الكوميونيكيشن، ان انا لما هاجي اشرح لك حاجه مش هشرحها لك باللانجوج اللي انا عارفها، مش هشرحها لك بالطريقه التكنيكال اللي انا اشتغلت بيها، لازم اشرحها لك باللانجوج اللي انت هتفهميها، بالطريقه السهله البيزنس اللي انت هتفهميها. وده هياخدنا لنقطه مهمه قوي، دي مهمه البيزنس موديل. دايما الخناقه اللي بتحصل ما بيني وما بين اي حد من التيمز بتوعي باي ذا واي لما بييجوا يشتغلوا في اي بروجكت، هو يا جماعه حلو ان انت تبقى فاهم تكنيكاليتي وعارف انت هتعمل ايه، بس لو انت مش فاهم البيزنس ده اصلا شغال ازاي، يوجوالي انت مش هتعرف تتشالنج نفسك. ممكن تلاقي نفسك بتعمل حاجه غلط وانت مش عارف انها غلط، حاجه مش هتفيد البيزنس ده بحاجه. فبزنس نوليدج وبزنس اندرستاندينج في اي حاجه دي نمبر 1 بريوريتي لاي حد هيشتغل في الداتا. واكشن هقول لك بس في الداتا، لاي حد هيشتغل في التك، اي تكنولوجي فانكشن ايا كانت هي فين، الفيرست بريوريتي لاي حد عشان يشتغل فيها انه يبقى فاهم اصلا الشركه او المجال اللي هو شغال فيه ده البيزنس بتاعه شغال ازاي، داير ازاي. فابقى فاهم الستارت بوينت عامله ازاي، والاوبريشنال بوينتس بتاعتي كلها عامله ازاي، والاند بوينت بتاعتي عامله ازاي، وانا بكسب ازاي، والكاستمر بيبقى مبسوط ولا مش مبسوط ازاي، الفاينانس دوره ايه، السيلز دوره ايه، الاوبريشنز او الباك اوفيس دوره ايه. كل دي حاجات مهمه جدا ان انا ابقى فاهمها، وبفهم ده الامباكت بتاعه عامل ازاي على البروجكت بتاعي، عشان كمان اعرف اطلع بريكومنديشنز للشخص اللي جاي طالب مني حاجه ان انا احلها له. لان احنا اتفقنا في الاول احنا دورنا كلنا المفروض يبقى بروبلم سولفرز، صح؟ سبورتنج فانكشنز الاسم المتعارف عليه في اي شركه ان احنا سبورتنج فانكشن، بس احنا وي ار سبورتنج فانكشن لايه؟ بنسبورت ايه؟ بنسبورت حل المشكله. فلازم حد يجي لي بمشكله وانا سبورتهم بان انا احل له المشكله دي. بالظبط. صح؟ لو انا مش فاهم المشكله مش هعرف احلها. ده كده اختصار شديد. انا عارف ان انا ممكن اكون بنط نطات كبيره قوي في الدسكشن. لا حلو كده دي احنا يعني لو حسيت ان انا نطيت نطات كبيره ممكن تتوهنا، وقفيني قولي لي خلينا نقف هنا ونكمل ديسكشن في البوينت دي. لا هو كل الكلام دوت فعلا يعني ايه في محله. يعني احنا كده رجعنا تاني لحته التراك، احنا قلنا لازم يكون بيفكر، ده الاساسي.
صح. وطبعا SQL او سيكوال يعني، وبايثون لازم يكون عارفه. وبعدين بقى على حسب التفريعه بتاعته يبدا يقوي نفسه في الحته، يعني هو لو داتا اناليست يهتم بحته الداشبورد وان هو يفهم البيزنس. طب لو داتا انجينير؟ الداتا انجينير لازم بقى يبقى فاهم كويس قوي داتابيس ستراكشرز، وفاهم ازاي هيعمل بايب لاينز بقى، فلازم عارف كويس قوي البايثون. بالنسبه له هيبقى مش بيزك نولج بس، هيبقى محتاج ديب نولج اكتر. هيبقى فاهم يعني ايه داتا بايب لاين، ويعني ايه الفيلوسيتي والفوليومز بتاعت الداتا، وفاهم الاوركستريشن بقى بتاعت الداتا دي هيتعامل بيها ازاي، هينقل الداتا من هنا لهنا. هيلاقي نفسه داخل بقى في حتت كتير قوي بيور تك. وهو ممكن الشخص ده ما يبقاش فاهم بيزنس قوي، بس اتليست يبقى عنده هاي ليفل نولج كده الداينامكس جوه البيزنس دي عامله ازاي. لان هو هيبقى دوره ان هو يميك شور ان الداتا بتتنقل من مكان بتبقى ستورد في مكان بطريقه كويسه وبطريقه efficient، علشان تبقى اسهل لللاير اللي بعديه. وبيمونيتور بقى الداتا كواليتي تشيكس، يميك شور ان الداتا كواليتي مظبوطه، ولو عنده مشكله في الداتا كواليتي يقول لا انا عندي مشكله هنا، الاليرتس بقى والنوتيفيكيشنز والحاجات دي كلها. ف طيب لو تيست او ماشين ليرنينج، التو تراكس دول؟ statistics نمبر 1 دي اول حاجه، لازم يبقى فاهم statistics كويس قوي. هيابلاي statistics ازاي بقى؟ برضه هقول لك بايثون، هتلاقي بايثون موجوده فيهم، ولازم برضه يبقى عارف SQL. ممكن بقى يبقى بيستخدم بايثون وار. صح. بس في الاخر انا مش هيفرق معايا قوي هو هيستخدم تولز ايه، هو يستخدم التولز اللي هو عاوز يستخدمها. احنا دايما وهيوصل هنبقى اكزاكتلي المهم يبقى فاهم البيسك نولج نفسها. statistics هتبقى حياته، لان هو الدنيا كلها هتبقى بتتمحور حوالين statistics ولينير الجبرا والحاجات دي كلها، فلازم يبقى فاهم الكلام ده. فاهم ماث كويس يعني. هيابلاي بقى يوزنج، انت ممكن تعملي موديل بالبايثون، و believe it or not ممكن تعملي نفس الموديل ده بالاس كيو ال. انهي اسهل بقى، وانهي اريح، وانهي مينتينبل، وانهي سكيلبل، ده على حسب بقى الانفايرمنت اللي احنا شغالين فيها والتكنولوجي ستاك اللي احنا شغالين فيها.